من نوادر العرب. قصة الشاعر. كان في زمان شاعر كان عنده بنتين. في يوم من الأيام قال لبناته أنا مسافر علشان أوصل أمانة لصديق ليا، وقال لهم لو أراد الله واتقتلت في الطريق ياخدوا بطاره من اللي هيجي لهم بالشطر الأول من البيت ده. ألا أيها البنتان إن أباكما قتيل فخذا بالسأر ممن أتاكما. وفعلا خرج الشاعر في رحلته واعترض طريقه لص وخد كل الأموال اللي معاه. الشاعر قال له المال ده أمانة، لكن لو محتاج للمال ممكن تروح لبناتي وتقول لهم بيت الشعر ده ألا أيها البنتان إن أباكما، وهم هيدوا لك المال على طول. اللص قتل الشاعر وخد المال اللي معاه كله وراح فعلا لبلدته وقابل بناته وقال لهم أبوكم بيقول لكم ألا أيها البنتان إن أباكما. البنات صاحوا لما سمعوا أبانا قتيل أبانا قتيل وهذا هو القاتل. وفعلا اجتمع الناس وقبضوا على اللص واعترف أمام القاضي إن هو فعلا قتل الشاعر. صاحب السمكة. كان في راجل بيفتري على الناس وكان بيستحل الظلم. وفي يوم شاف راجل مسكين معاه سمكة كبيرة شايلها على كتفه، فقطع طريقه وقال له هات السمكة دي. المسكين قال له دي رزق أولادي، لو عايزها ادفع تمنها وخدها. فرفض الظالم وضربه على راسه وخدها منه بالعافية. وهو راجع للبيت وشايل السمكة أصابت صباعه، ما اهتمش ووصل للبيت ونام. تاني يوم لقى صباعه وارم وشكله غريب. راح للطبيب قال له لازم نقطع صباعك علشان ما يأثرش على باقي ايدك. وقطع صباعه ورجع البيت تاني يوم لقى كف ايده وارم. رجع للطبيب قال له لازم نقطع كف ايدك علشان ما يأثرش على باقي دراعك. وهكذا كل يوم الورم ينتشر لحد ما قطع ايده كلها لحد كتفه. فسأله الطبيب ايه الحكاية، انت عملت ايه علشان يحصل لك كل ده؟ قال له حكاية السمكة وانه ظلم صاحبها وخدها منه بالعافية. الطبيب قال له لو كنت من اول يوم رجعت للراجل المسكين ده ورديت له مظلمته كنت لحقت ايدك. وفعلا بحث عن الراجل لحد ما لقاه وطلب منه العفو. في الاول الراجل المسكين ما افتكروش لحد ما قال له ان هو اللي ضربه وخد السمكة منه بالعافية، وطلب منه انه يسامحه وانه هيرد ليه تمن السمكة دي بس يسامحه. الراجل المسكين قال له انا مسامحك ومش عايز منك حاجة لما شفت الحال اللي وصلت له. الظالم سأل المسكين انت دعيت عليا بايه علشان يحصل لي كل ده؟ قال له انا دعيت قلت يا رب هذا عبدك استقوى عليا وانا ضعيف فأرني فيه عجائب قدرتك. رد الظالم إن ربنا استجاب لك، وفعلا اللي حصل لي ده من عجائب قدرة الله، وتاب إلى الله وندم على كل ما فعله من ظلم سابق. المال المفقود. في يوم من الأيام راجل راح لإمام مسجد قال له يا إمام كان عندي مال كنت دفنه في مكان ومش قادر افتكر المكان ده، ممكن تساعدني؟ الإمام قال له ده مش اختصاصي، ولكن بعد ما فكر شوية قال له روح صلي لحد الصبح وإن شاء الله هتفتكر دفنت المال فين. وفعلا الراجل راح صلى وهو بيصلي افتكر المال على طول، فراح المكان وخد ماله وبعدها راح للإمام علشان يشكره وسأله ازاي عرفت ان لما هصلي هفتكر المال انا دفنته فين؟ الإمام قال له علشان الشيطان مش هيسيبك تصلي وهيفضل يشغلك بالصلاة بالتفكير في مالك دفنته فين.